مرحبا أحبابي الغالين، شلونكم؟ علومكم؟ واليوم طبخنا عراقي بغدادي، والقعدة عراقية وبغدادية. طابخين دولمة حامضة ولاجعة. هاي مثل ما تشوفون الخضروات والورق عنب. ما عندي سلق مع الأسف، لأن جوها برد، بعد السلق ما يطلع يمنا. وهاي الحشوة الطيبة، الرز ولية ولحم ومعدنوس وبصل وشوية ثوم وشوية شبنت خليت وياهن. وهاي جدريتي الفافون إشحالاتها. وخليت طماطة وشوية معجون وبهارات بهاي الحشوة مثل ما تشوفوها جمالها وريحتها. وشوية لمندوزي مو هواي، لأن راح أخلي دبس الرمان وراح أخلي تمر هند. وما تحلى الدولمة إلا بجدر الفافون البغدادي القديم، مثل ما كانوا أمهاتنا الحبيبات الله يرحمهم، والعايشات الله يحفظهن ويخليهن خيمة، وأنا وياكم الأولادنا وعوائلنا. هذا البصل بعد ما نقعته بالمي الحار حبيت أشرحه وأفتحه وحدة وحدة مثل ما تشوفون. شحلاتهن بصلاياتنا والورق عنب التازة والشجار الكوسة حفرته، والباذنجان والفلفل حلو والبصل. عبالي أسوي بوتيتا بس ما حبوا الولد، قالوا لي ما نريد بوتيتا، هذه الخضروات فقط. وهاي مثل ما تشوفون هاي بصلاياتي شحلاتهن، وهاي فلفل وخيار حلو، ريحته كلش طيبة الخيار بالدولمة، ينطي هيج نكهة مال أهلنا مال قبل. بس أنا والله دائما ألفها بسلق وورق عنب، هم أخلي يحبون بالبيت، بس سلق ماكو، ما باليد حيلة. هاي ورقاتي، ورقات العنب الحلوة مثل ما تشوفون، هالباذنجانات لي لمعن. ودا نحشي هسه ونصفط بهالجدرية مالتنا، طبعا كلش أعتز بيها. وأحلى شي خليت الطبلية بالأرض، وأنا قاعدة أحلى شي قعدة الأرض لما ألف الكبة وأسوي الفطاير. هاي شوفوا جدريتي دا أشوفكم الخيار والشجار والفلفل شحلات. الريحة بس تحكي. شوية شبنت، مرات أخلي شبنت بالحشو مرات لا، بس اليوم خليت شي قليل عندي بالفريز، طلعت حبيتها حتى شوية الريحة البغدادية القديمة شوية تعبي البيت. الحمد لله والشكر. وهاي جدريتنا الحلوة. أحس وأني ألف دا تضحك جدريتي، دا تضحك بوجهي، الشغلات دا يضحكوني، ما أدري، ريحة والدتي ما أعرف. هذا التمر هند منقعته بالمي الحار مثل ما تشوفون، وانتظر شوية يحل حتى وراها ما أكمل اللف إن شاء الله حتى أذب التمر هند. هاي عيني بدينا نلف الورق عنب مثل الأقلام، حباية حباية. هاي العوادين مالتها هم كنت أني يعني محتفظة بيهن حتى تحافظ على نفسها بالمجمدة. وهاي تمر الهند صفيت، أخذت المي مالته ورديتها منقعت، هذاك المي الخفيف حبيت أشربه يعني شوية طيب بس بدون شكر، ما أحبه بشكر. وهذا رديته هم يحل، هم خليته والله حل. شوفوا شلون صار ثخين، مريدة الله مريدة، شقد مشتاقة لهالكلمة. تتذكرون قبل من كنا نحل من المدارس بالثمانينات، كنت بالابتدائية من أحل يخلونا هيس تمر هند بالورق، وشقد طيب تمر هند وملح. أكيد كلكم تتذكرون هاي الأيام. ولا اللبلبي والعرباين مال اللبلبي، شلون أيام تركض بسرعة. الحمد لله، الله يخلينا ويديمنا إن شاء الله لعوائلنا، وما نحرمهم من أكلاتنا الطيبة
أكلات تراثنا وأمهاتنا الحبيبات الله يرحمهم. هيدا صفي عيني التمر هند ورا ما كملت جدريتي ولفيت الدولمة، ودا وزع التمر هند بالجدرية. شوفوا شقد حلو ثخين والله، وهم زاد، هم راح اخذ من عنده شوية للشربة تمر هند. الله يصحي الراس يخبل. الحمد لله والشكر. بس لا تخلونه هواية. هل يصفي، لين لا تنسون حاطين دبس رمان، وهم خالة اني والله دبس تمر بالقعر ويا المعجون، قعر الجدرية اللي بالبداية. طبعا الدولمة لازم اخلي لها لية، بدون لية ما تصير طيبة. بس اكو ناس نباتيين، عندي ابني الكبير مستحيل يحب اللية، فاخلي شي قليل يعني ما كثر. هاي الورق العنب اللي زاد عندي غطيته بهذا القبغ الفخار هذا، احس عبالك برغي والله، يضبها ضب الدولمة. كبستها، وهاي الأوراق مال الورق عنب هم متحافظ، حتى ما وحدة تروح منا وحدة تروح منا. وخليناها على النار. شنو الذب المي مالتها لا تنسون، أنا مخلية يعني سوائل بيها. شوفوا هاي السوائل بدون ما ذب مي أبد، ما خليت ولا قطرة مي. هاي السوائل قاعدة تفرغ، وبعدين وراها أغلي بالغلاية الكهربائية مي حار، وأخليه بالجدرية وهي هذا. شوفوا البقبق، هاي البقبقة الله تسمعون، تجنن. هاي عشقي هاي البقبقة مالت الجدر. سمعوا الله، ذكرني أيام المدارس، كنت أرجع من المدرسة وأشتم ريحة البيت. يا ماما ايش طابخة اليوم؟ تقولي دولمة، يا عيني على الدولمة. وهذا الخبز ما ننسى أخليه لي فوق الجدرية حتى أقلبها وياكم وتشوفون الجمال. قلبتها الحمد لله. وهاي جدريتي، ونقول ما شاء الله ما شاء الله، إيش حالاتها لاجعة وريحتها تجنن. طبعا الولد من برا يشتمون الريحة مالتي، من يجون يقولون اليوم شو مسوية؟ ريحة الدولمة، ريحة طبخ أمي، معروفة الدولمة. أو مرات إذا طبخة دولمة يقولوا شو مسوية، تبسي؟ لا أنا طبخة دولمة. أو إذا أطبخ تبسي يقول اليوم دولمة، أقول لا تبسي. الحمد لله. شوفوا البخار إيش حالاته، يا عيني على الدولمة. كلكم تحبون الدولمة، ماكو واحد ما يحبها، قليل نادرا اكو ناس تحب يعني بس المحاشي، يعني بدون هاي الخبصة كلها. الحمد لله والشكر. شوفوا جمالها، شوفوا حلاوتها. يلا مرة ثانية نطبخ بس ملفوف واحدة، ملفوف اللهانة سادة. وهذا صحني وهاي الصينية. هسه نصب للعيلة الحبايب الغالين، كلهم اجوا والتموا يريدون يتغدون، وحالاتها وهي حارة. وأهم شي الخبزة الواقعة جوا. شوفوا أنا خليت خبزتين لأن الكل تريد منها، وناس تحب هيك تغمسها باللبن، ناس لا بكيفهم، اللي يحب نخليله. علينا وعليكم بألف عافية حبايبي، إن شاء الله نتهنى إحنا وإنتو. شوفوا الخبزة شكد حلوة منقعة تجنن، ما شاء الله ما شاء الله. الله يحميكم ويحفظكم، يخليكم لعوائلكم، يحفظ أمهاتنا وأمهاتكم، ويرحم الأموات منهم. شوفوها ماي عموع، الحمد لله والشكر. وهاي الفلفلة أموت على الفلفل بالدولمة. ألف عافية وباي باي.